خلونا نعمل رحلة غريبة شوية، رحلة عبر الزمن نرجع فيها آلاف السنين لورا وبعدين نقفز للمستقبل. هنتكلم عن قوة خرافية كانت ممكن تغير شكل التاريخ كله، والمفاجأة إن القوة دي بين إيدينا النهاردة. السؤال بقى، إزاي ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي عشان نبني مستقبلنا؟ طيب خلونا نبدأ بسؤال خيالي جدا. تخيلوا معايا كده الفراعنة بعظمتهم بالهندسة العبقرية بتاعتهم، فجأة نديهم أداة من المستقبل، أداة كانت لحد قريب خيال علمي بحت. إيه اللي كان هيحصل لو بناء الأهرامات كان معاهم حاجة زي تشات جي بي تي؟ النتيجة بصراحة كانت هتبقى صادمة. مشروع خد عشرات السنين وآلاف العمال كان ممكن يخلص في وقت لا يذكر، يمكن شهر. والكلام ده مش بس عن السرعة، لأ، احنا بنتكلم عن قفزة جبارة في كل حاجة: الكفاءة، التصاميم اللي كانت هتكون أحسن، حل المشاكل اللوجستية الصعبة، التخطيط، يعني قوة تغيير شاملة، حاجة العقل ما يستوعبهاش. بس الموضوع أكبر من مجرد هندسة وبناء. تخيلوا كده توت عنخ آمون مش بس بيقول للأداة دي احسب لي زوايا المقبرة، لأ، بيقولها اعمل لي تمثال يخطف القلوب، فن يعيش للأبد. هنا بنكتشف إن الأداة دي مش مجرد آلة حاسبة عملاقة، دي شريك مبدع فنان. طيب لو أداة واحدة بس تقدر تعمل كل ده، تسرع بناء الأهرامات وتخلق فن عظيم، يا ترى كان إيه هيكون تأثيرها على الحضارة كلها؟ فكروا فيها، الطب، الفلك، الفلسفة، الأدب، كل حاجة، كل جزء من حياتهم كان هيتغير تماماً. احنا مش بنتكلم عن تعديل بسيط هنا وهناك، احنا بنتكلم عن إعادة كتابة تاريخ البشرية من أول وجديد. يبقى إيه هي الأداة السحرية دي؟ ببساطة هو ده الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الكلام التقني المعقد، خلونا نفكر فيه كأنه أداة عندها القدرة تغير التاريخ، ومهمتها الأساسية هي الخلق والإبداع، بالظبط زي الإزميل في إيد النحات، بس بقوة أكبر بملايين المرات. وهنا بقى النقلة المهمة. زمان الفراعنة كان عندهم إزميل وشاكوش عشان يبنوا حضارتهم العظيمة. النهاردة الوضع اختلف تماماً. الأداة اللي في إيدينا مش من حجر ولا معدن، الأداة دي هي الذكاء الاصطناعي. قدرتنا على الإبداع والخلق كبرت بشكل لا يصدق. هي دي الفكرة كلها. القوة الجبارة دي اللي كنا بنتخيلها في إيد الفراعنة، اللي كانت هتبقى بالنسبة لهم سحر، النهاردة بقت حقيقة ومتاحة للكل. ما بقتش حكر على ملوك أو ناس معينة. القوة دي موجودة دلوقتي على أجهزتنا ومستنية بس نستخدمها. لكن مع كل القوة دي بيجي سؤال مهم، سؤال كبير جدا في الحقيقة، سؤال لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه في العصر اللي احنا فيه ده. يا ترى هنفضل نتفرج وخلاص؟ هنشوف الثورة دي وهي بتحصل من بعيد ونسيب الأداة الرهيبة دي تعدي من جنبنا من غير ما نعمل بيها أي حاجة؟ ده اختيار. ولا الاختيار التاني، إن احنا نمسك في الأداة دي، نتعلمها ونستخدمها عشان نبني بيها حاجة جديدة، نبني بيها مستقبلنا، مشاريعنا، نحل بيها مشاكلنا. ده هو الاختيار التاني، أن نكون بناة مش مجرد مشاهدين. في الآخر الأداة موجودة والإمكانيات ملهاش آخر، بالظبط زي ما كانت قدام الفراعنة، بس على نطاق أكبر بكتير. السؤال اللي فاضل هو إيه اللي هيتبني بيها؟ والاختيار ده بتاع كل واحد فينا.